السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم جيت بهاد الوصفه هادي ديال البريوش، تتكون اقتصاديه بلا زبده بلا بيض، وتتجي هشيشه على هاد الشكل. هانتوما شفتوا كي دايره وقطنيه وطلاق الكوتي لوليداتنا. وهانتوما معايا ان شاء الله نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. هنا عندي واحد 2 كيسان ديال الحليب دافين، ونص كاس ديال الزيت، 5 المعالق ديال السكر سنيده، وواحد شويه د الملحه، ومعلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وفاني والدقيق خلاص حسب الخليط. هانتوما تشوفوا معايا المقدار ديال العجينه كي غادي تكون. هنا جبنا واحد البول غنديروا فيه الحليب والخميره خلاص والسكر سنيده، وغنديروا نص كاس ديال الزيت. صافي غادي نديروا كاع المقادير كلها ساهله غير تتوجد، والفاني صافي على هذا الشكل. وغادي نخلطو مزيان حتى يذوب معنا السكر ويتجانسوا لنا كاع المقادير كلها على هذا الشكل. صافي دابا غادي نبدا نزيد في الدقيق شويه بشويه. صافي حنا تنخلطوا على هذا الشكل مزيان وحنا تنزيدوا في الدقيق صافي على هذا الشكل. وغادي المهم من بعد ما غاديش نبقى نصايب هذا الطرب ديال اليدوي. غادي ندير يدي باش نحس بالقوام ديال العجينه ونعرفها كي دايره. هانتوما انا باقا تنزيد في الدقيق وعلى هذا الشكل. صافي غادي نبدا نزيد الدقيق بشويه بشويه، وبالعاني خدمت بيدي باش تبقى نحس بها، حيت غنخليها واحد شويه جاريه ما نخليهاش قاصحه باش تيجي معنا البريوش رطب بزاف. هانتوما شوفوا القوام هكا كتكون العجينه. صافي غادي نجيب واحد شويه الزيت ونبقى ندهنها باش ما تلصقش معنا. فلفل اليمونطيغ اللي غنديرو من الفوق. صافي غنجيبو هكا نغطيوها باش يلاه تخمر معنا ان شاء الله. وغنجيب واحد المنديل ونخليوها تخمر حتى يضاعف الحجم ديالها. صافي هنا من بعد ما خمرات معنا هانتوما ضاعف مع الحجم ديالها. صافي غادي نحيدوها من هاد البول ديالنا وغادي نحطوها فوق الرخامه، وغادي نبداو نقادو فيها هكا باش نقطعوها على شكل كويرات صغيورين. هانتوما تشوفوا الحجم ديالهم. انا تقريبا خرجت ليا تقريبا شي 14 حبه هكاك. الا بغيتوهم يكونوا صغار المهم تقدر اللي شفتوا في اول الفيديو، بغيتوهم يكونوا كبار غتقطعوهم كبار شويه. المهم وليني هذاك هو الحجم الصراحه ديالهم اللي تيجي بهم زوينين. صافي هنايا غادي نبدا نكور فيهم هكا، وغادي نقادهم مزيان كلهم ونخليهم يرتاحوا واحد شويه، ومن بعد غادي نبدا نصايب فيهم. هانتوما على هذا الشكل. صافي راه نجبد العجينه غير بيديا، انا ما درت لا دلاك لا والو. اللي بغى يدير المدلك يديرو حتى تيجي ساهل وما ترش لا دقيق لا والو باش ما تقصحش معنا العجينه. بغيت انا تبقى فتيه. صافي تنجيبو ديك الشوكولاته ديال الدهن وتنديرو غير خطيط هكا. المهم القياس اللي بغيتو نتوما. هانتوما على هذا الشكل غنبدا نجبد فيها. هانتوما راه واضح في الفيديو. تنجيب موس ونبدا نشرط دوك الشريطات، ومن بعد تنلويها على هذا الشكل بحال شكل شي شفنجه ولا. صافي هانتوما الشكل راه باين. غنعاود معكم وحيده. بغيتو كما قلت لكم ديروا بالدلاك ديروا، انا ماشي مشكل باش ما اللي جاكم ساهل. صافي انا تنحيد باش نقرب لكم مزيان الكاميرا. صافي تنجبدها تنديرها على شكل مربع. تنجيبو كما قلت لكم الشكلاط وكندهنو على هذا الشكل، وتلويو 2 لويات تقريبا. هانتوما غادي نديرو العجينه على الشكلاط، ومن بعد هانتوما تنتكوها هكا شويه بصبعنا ونجبدو ونقادوها بالموس هكا شريطات. تيجي شكل زوين فيها الصراحه. صافي وتلويوها على هذا الشكل هذا. ومن بعد حتى المهم نصايبوها كامله. كنجيبوا واحد اللاطه هكا فيها واحد الورق ولا ما كانش، المهم دهنوها بالزيت وتتشطفوها هكا وتخليوها تخمر. ضروري تخمر مره ثانيه. عندي هنا واحد صفار بيضه، هي الصفار انا درت مع واحد المعلقه الحليب كندهنوهم كاملين على هذا الشكل. ومن بعد انا راه عندي واحد شويه الجنجلان. اللي بغيتو ديروا يا جنجلان يا كاوكاو مهرمش يا اللي كان عندكم في الدار ماشي مشكل.
وكان في هاد الوقيته انا راني شعلت الفران هكا من الفوق ومن التحت تيسخن، باش يلاه تندخلها. انا خليته شاعل من الفوق ومن التحت ودخلتها في الوسط وخليتها تطيب على هاد. المهم خليتها تطيب، هانتوما غتشوفوا الشكل النهائي ديالها ان شاء الله. هانتوما معايا ان شاء الله. صافي هانتوما دابا هي هادي الشكل ديالها تتجي زوينه ورائعه وهشيشه. وتا وليداتنا المهم غادي يبغوهم بزاف، وانا براسي وليداتي بغاوهم بزاف. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.